في عالم مليان مجرمين في عصابة اسمها الأشرار، بس الغريب إنهم قرروا يبقوا أبطال أو على الأقل حاولوا. بيبدأ الفيلم بعصابة الأشرار وهم بينفذوا عملية سرقة للبنك الرئيسي، وبعد ما بيسرقوا خزنة البنك بيطلعوا بسرعة وبيركبوا عربيتهم علشان يهربوا بيها، ووقتها بتبدأ عربيات الشرطة إنها تطاردهم. وبتبدأ ويبس اللي بتكون مسؤولة عن عمليات الاختراق بتاعة العصابة إنها تخترق إشارات المرور وتفتحها لهم كلها علشان يهربوا بسرعة. وبيبدأ واحد من العصابة اسمه شارك بيحاول يعطل عربيات الشرطة، وبنعرف إن شارك ده خبير التنكر في العصابة. وبنشوف آخر فرد في العصابة واللي بيكون اسمه بيرانا، وبعدها بتظهر العصابة وهي بتحاول تفتح الخزنة، ولما بيقدروا يفتحوها بيروحوا بيها لمركز الشرطة علشان يضايقوا بيها قائدة الشرطة واللي بتكون عايزة تقبض عليهم بأي شكل. وبتبدأ قائدة الشرطة إنها تطاردهم، لكن وقتها بتقدر العصابة يهربوا منها وبيروحوا لمقرهم اللي بيكون في مكان مجهول محدش يعرفه. وهناك بنشوف دهب وفلوس كتير واللي بتكون العصابة جابتها من كل عمليات السرقة اللي قامت بيها. وبعدها بيبدأوا العصابة يحتفلوا بعيد ميلاد سنيك واللي بيكون باين عليه إنه بيكره أعياد الميلاد. ولما بيروح وولف قدام التلفزيون بيلاقي الأخبار كلها بتتكلم عنهم وعن عملية السرقة اللي قاموا بيها، وبتظهر رئيسة المدينة اللي اسمها ديان وهي بتتكلم عنهم وبتقول إنهم صعبانين عليها جدا لأنهم بيعملوا كل ده علشان الناس تهتم بيهم. فبتتضايق العصابة جدا من كلامها، وبتكمل ديان كلامها وبتقول إنها هتدي جايزة الدولفين الذهبي لأفضل مواطن في المدينة. وبيبان إن وولف متضايق من كلامها وبيفكر في طريقة يقدر بيها إنه ينتقم منها، وبيقترح على باقي أفراد العصابة إنهم يسرقوا جايزة الدولفين الذهبي. بس وقتها بيرفض سنيك وبيقول لهم إن أي شخص حاول إنه يسرق الجايزة دي انتهى بيه الحال في السجن. ولأن وولف بيكون عارف إن سنيك بيحب أكل الهامستر بيقوله إن اللي هيسلم الجايزة دي هامستر اسمه مارمليد. ووقتها بيوافق سنيك وبيتفقوا على ميعاد العملية. ولما بيجي ميعاد الحفلة اللي هيتم فيها تسليم جايزة الدولفين الذهبي بتروح العصابة على الحفلة وهم متنكرين علشان محدش يعرفهم. وبيقول لهم وولف إن هم هيحتاجوا كارت قائدة الشرطة علشان يعدوا من أول باب، وكمان هيحتاجوا بصمة عين ديان علشان يعدوا من تاني باب. وبيروح وولف لديان علشان يتعرف عليها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما بتحكي له ديان عن العصابة اللي سرقت البنك وبتقول له إنهم أغبياء جدا. وبتكون ديان مش عارفة إن وولف بيكون زعيم العصابة، وبتكمل كلامها وبتقول له إنها حاسة إنها تقبض على العصابة دي قريب جدا. وبيستغرب وولف لما بيشوف إن ديان واثقة من كلامها، وبياخد معاها وولف صورة علشان يقدر ينفذ عملية السرقة. وبعدها وولف بيروح لأفراد العصابة علشان يبدأوا في تنفيذ خطتهم، وبيروح كل فرد من أفراد العصابة لمكان الجايزة. وبتقدر ويبس إنها تخترق نظام المكان وبتقول لهم يتحركوا بسرعة. وبيروح وولف وبيخبط في قائدة الشرطة اللي ما بتتعرفش عليه وبيسرق منها كارت الدخول من أول باب. وبيفضل وولف ماشي، وطول ما هو ماشي بيسرق مجوهرات من كل الضيوف اللي في الحفلة لحد ما بيوصل لست عجوزة. ولما بيجي وولف يسرق منها مجوهراتها بتقع الست العجوزة دي من على السلم، فبيلحقها وولف قبل ما تقع وبيساعدها. فبتشكر الست العجوزة وبتقوله إن هو شخص لطيف وطيب، فبيفرح وولف جدا من كلامها. وبعدها بيروح وولف هو وبيرانا وبيعدوا من أول باب وبيضربوا الحراس اللي على الباب التاني، وبيستخدموا صورة ديان علشان يطلعوا منها بصمة العين بتاعتها وبيقدروا إن هم يعدوا من الباب. وأخيرا بيوصلوا للمكان اللي فيه جايزة الدولفين الذهبي، وهناك بيقابلهم سنيك وبيبدأوا كلهم سوا عملية السرقة. لكن فجأة بيظهر نظام أسلحة متطور لحماية الجايزة، وما بيكونوش العصابة عارفين عنه أي حاجة، وبتكون ويبس هي كمان أول مرة تشوف نظام الأسلحة ده. وفي الوقت ده بتبدأ الحفلة وبتبدأ رئيسة المدينة إنها تفتح الستارة عن الجايزة، فبتحاول ويبس إنها تعطل نظام الأسلحة بأقصى سرعة. وقبل ما تفتح الستارة بثواني بتنجح ويبس إنها تعطل نظام الأسلحة، وبتنجح باقي أفراد العصابة إنهم يسرقوا الجايزة. لكن قبل ما يخرجوا بيسمع وولف كلام مارملد عن الخير وبيتأثر بيه. وفي نفس الوقت بتتعرف قائدة الشرطة على وولف وباقي العصابة، وبتحاصرهم القائدة هي وكل رجال الشرطة وبيقبضوا عليهم وبياخدوهم على عربية الشرطة. وساعتها وولف بيستخدم ذكائه علشان يخرجوا من المشكلة دي، وبيكرر كلام مارملد اللي هو سمعه في الحفلة عن الخير، وبيطلب منهم انهم يدوهم فرصة أخيرة هو وعصابته انهم يكونوا كويسين. وفعلا بتنجح خطته، وبيقول مارملد لديان انهم لازم يدوهم فرصة تانية علشان يعملوا تجربة ويقدروا ان هم يحولوهم فيها من أسوأ عصابة في المدينة لأشخاص طيبين. وبيتفق مارملد مع ديان ان هو هيكون مسؤول عن تعديل سلوكهم لحد ميعاد الحفلة الجاية. ولما بيرجع وولف للعربية بيكون باقي العصابة مستغربين من اللي هو عمله، فبيقول لهم وولف ان كل ده من ضمن الخطة وان هم يعملوا نفسهم طيبين لحد ميعاد الحفلة اللي جاية، ووقتها يقدروا ان هم يسرقوا الدولفين الذهبي ويهربوا. وبتكون كل افراد العصابة معجبين بخطة وولف وبيوافقوا عليها كلهم. وبعدها بتروح العصابة لمارملد في القصر بتاعه علشان يبدأوا يتدربوا معاه. واول حاجة بيحاول مارملد ان هو يعلمها لهم هي المشاركة، وبيظهر ان سنيك مش قادر ان هو يكون شخص كويس وبياكل الايس كريم لوحده.
وبيحاول مارملد بعدها إن هو يجرب معاهم طريقة تانية وبياخدهم علشان ينقذوا قطة وينزلوها من على الشجرة، لكنهم وقتها بيعملوا عكس كده تماما وبيخوفوها. وساعتها مارملد بيسألهم عن المهارة اللي هم كويسين فيها، وده علشان يديهم مهمة تناسبهم. فبيقولوا له أفراد العصابة إن هم كويسين في عمليات الاحتلال والسرقة. ووقتها مارملت بيقول لهم إن هم هيسرقوا شركة معينة علشان يحرروا الهامستر اللي موجودين فيها لأنهم بيعملوا عليهم تجارب، وبيقول لهم إنهم بكده هيكونوا أنقذوهم وهيحسنوا صورتهم قدام الناس. وفعلا بتبدأ العصابة إنها تسرق الشركة، وبيعرفهم مارملد الطريق للهامستر، وبيطلب مارملد من المصورين إن هم يركزوا على الباب علشان يشوفوا العصابة وهي بتعمل خير. لكن فجأة بتطلع العصابة من الباب وبيكون باين عليهم إن هم بياكلوا الهامستر مش بينقذوهم، وبينزل الخبر في الجرايد وبينتشر في المدينة كلها، وبتتضايق ديان جدا وبتقول لمارملد إنها هتنهي التجربة بتاعته وهتوديهم للسجن. فبيروح وولف بسرعة وبيتكلم مع ديان، وفعلا بيقنعها إنها تغير رأيها، وبتقول له ديان إنها تديهم فرصة تانية. وبعدها بيظهر وولف وهو بينقذ قطة متعلقة على الشجرة، وبيكون واضح جدا إنه بدأ يتغير للأحسن. وفجأة بيظهر مارملد من المكان اللي هو كان مستخبي فيه علشان يصور وولف وهو بينقذ القطة، وبيقول مارملد لولف إن الناس معجبة جدا بالفيديو اللي هو عمله. وبيكمل كلامه وبيقوله إن هو بدأ يكون شخص كويس وبينصحه إن هو يبعد عن صحابه. وفي الوقت ده سنيك بيكون سامعهم من بعيد، ولما بيرجع سنيك للأوضة بيتكلم مع وولف وبيسأله إذا كان كل ده من ضمن الخطة. فبيقول له وولف إن هو صاحب الخطة من البداية، وإن هو أكتر واحد ملتزم بيها، وإنها لو اتغيرت أكيد هيعرفهم. وبعدها بفترة بتيجي ميعاد الحفلة، وبتبدأ العصابة إنها تخطط لعملية السرقة وهم في العربية. والخطة بتكون عبارة عن إن سنيك هو اللي هيجيب الكود اللي هيفتحوا بيه صندوق الجايزة، واللي بيكون موجود في شنطة مربوطة في إيد قائدة الشرطة. وشاركة هيكون معاه الدولفين المزيف، وبرانا هتكون مسؤولة عن تركيب جهاز التشويش على خطوط الكهرباء، وويبس هتستغل ده وتتحكم في النظام كله. وفي وقت معين من الحفلة العصابة هتطلع على المسرح علشان تقول كلمة للناس، ووقتها وولف هيطفي النور وهيروح سنيك يكتب الكود ويسرق الدولفين ويبدله بالدولفين المزيف اللي مع شارك، ويمشوا بعدها من الحفلة ويسيبوا العلامة بتاعتهم على الشاشة. وبيظهر وقتها إن العصابة كلهم معجبين بخطة وولف، ولما بتوصل العصابة لمكان الحفلة بيتفاجئوا بالناس اللي بترحب بيهم، وبيظهر إنهم حبوهم. وبعدها بتدخل العصابة لمكان الحفلة علشان يبدأوا العملية، وبيروح سنيك علشان يجيب الكود زي ما اتفقوا، لكن فجأة بتقفل القائدة الشنطة على ديل سنيك وهي مش واخدة بالها، وبتمسكه هو بدل الكاس. فبيضطر بيرانا إن هو يغني على المسرح علشان يلهيها عن سنيك، وساعتها بتطلع كل أفراد العصابة على المسرح وبيبدأوا يساعدوه، وبينجحوا فعلا إنهم يلهوها عن سنيك اللي بيقدر يفتح الشنطة تاني وياخد منها الكود. والغريب إن اللي عملوه ده بيخلي الناس تتفاعل معاهم وتتبرع للحفلة الخيرية بفلوس كتير جدا. وفي الناحية التانية بتنجح وبس إنها تتحكم في شبكة الكهرباء كلها، وبتيجي لحظة التنفيذ وبيقدموا مارملد للناس وهو بيقول إن الحفلة دي حققت أكبر كمية من التبرعات قدروا إنهم يلموها عن أي حفلة اتعملت قبل كده. ووقتها بيغير وولف رأيه في آخر لحظة وبيقرر ما يطفيش النور، وبيسلم الدولفين الذهبي الحقيقي لمارملد. لكن فجأة بيطفي النور عليهم وبيختفي النيزك اللي بيرمز للخير في المدينة بتاعتهم. وساعتها كل الناس بيشكوا في وولف وعصابته وبيقولوا إن هم أكيد اللي سرقوا النيزك. وفجأة بتظهر علامة العصابة على الشاشة، فبيتأكدوا كل الموجودين إن عصابة الأشرار هي اللي ورا سرقة النيزك. وبتبدأ الشرطة اللي في المكان تطارد العصابة علشان يمسكوهم. ووقتها بيروح وولف لديان وبيديها ورقة وبيقول لها إن هو هيرجع كل حاجة لوضعها الطبيعي. وساعتها بتيجي الشرطة وبتقبض عليهم كلهم وبيحبسوهم. وبعدها بيدخل لهم مارملد العربية، ولما بيجي يتكلم معاهم بيحس وولف إن هو سمع طريقة الكلام دي قبل كده، وبيفتكر إن طريقة كلامه هي نفس طريقة كلام الست العجوزة اللي قابلها قبل كده في الحفلة. وبيفهم وولف إن كل اللي حصل ده كان خطة مارملد وهو اللي مدبرها. وبيقول وولف لاصحابه ان مارمليد اللي اداهم الفرصه دي من البدايه علشان يستغلهم، وان لما كان كل التركيز عليهم في الحفله هو اللي كان بيسرق النيزك. وساعتها بيظهر مارمليد على حقيقته، وهي انه شخص شرير فعلا، وبيقول لهم انه سرق النيزك لانه مصدر طاقه كبير جدا، وان هو هيستغل القوه بتاعته علشان يعمل اعظم عمليه سرقه في العالم. فبيتعصب وولف وبيبدا انه يهاجمه، لكن وقتها بيستغل مارمليد الفرصه تاني وبيفتح الباب بسرعه، وبيظهر للناس ان وولف واللي معاه ما اتغيروش ولا عمرهم هيتغيروا. لكن ديان بتحس ان في حاجه غلط وما بتصدقش كلام مارمليد، وبتروح بعدها تقرأ رسالة وولف اللي بيكون محدد لها فيها مكان المخبأ السري بتاعهم. ولما بتروح ديان هناك بتلاقي فيه كل الذهب والفلوس اللي هم سرقوها قبل كده. ومن ناحية تانية بتكون عصابة الأشرار وصلت للسجن، وبيكون سنيك متضايق جدا من وولف لأنه خرب عليهم السرقة بتاعتهم، وبيكون السبب في إنهم يتسجنوا. وبيقول له إنه سمع مارملد وهو بيقول له يبعد عنهم، لكنه ما كانش متوقع إنه يخونهم في العملية. فبيدافع وولف عن نفسه وبيقول له إن هو ما عملش كده، وإن هو كان عاوزهم يتغيروا للأحسن. لكن سنيك ما بيتصدقهوش وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. وفجأة بيظهر شخص مقنع من بره السجن، وبيبدأ إنه يضرب كل الحرس
ويحبسهم في زنزانة، وبيروح لولف وأصحابه علشان يهربهم من السجن. وبنكتشف وقتها إن الشخص المقنع ده هو ديان، وبنعرف إن هي المجرم الخطير اللي سرق الجايزة زمان واللي اختفى بعدها لفترة طويلة وبطل سرقة. وبتقدر ديان تهربهم من السجن وبتقول لهم إنها أنقذتهم لأنها حست إن في حاجة غلط، وإنها عرفت إن النيزك اللي اتسرق عبارة عن مصدر طاقة كبير جدا. ولما بيوصلوا كلهم للمدينة بتطلب ديان مساعدتهم علشان يقدروا يوقفوا مارماليد، فبيقول لها وولف إنهم هيساعدوها، لكن سنيك بيرد عليه وبيقول له إن العصابة انتهت وإنهم مش هيشتغلوا مع بعض تاني، وده بيكون رأي أفراد العصابة كلهم وبيسيبوه وبيمشوا. ومن ناحية تانية بنشوف مارماليد وهو بيشغل الجهاز بتاعه من طاقة النيزك، وبنعرف إن الجهاز ده مهمته هي السيطرة على عقول كل الهامستر. وفعلا بينجح مارماليد في السيطرة على عقول كل الهامستر اللي في المدينة، وبيجمع جيش كبير جدا منهم. وبنرجع تاني لولف وهو بيتكلم مع ديان وبيكون متضايق جدا انه خسر اصحابه. وبتعرف ديان من الجهاز بتاعها ان الهامستر كلهم متجمعين في المدينة، ووقتها بيفهموا ان مارماليد بيتحكم في عقولهم علشان يسرقوا فلوس التبرعات، وان دي تعتبر اعظم سرقة في التاريخ، وده لانه قيمتها $1,000,000. فبيقرر وولف وديان انهم يوقفوه ويسرقوا النيزك منه. وفي الوقت ده بتكون باقي العصابة وصلت للمكان بتاعهم، وبيتصدموا لما بيلاقوا كل الحاجات بتاعتهم اتسرقت. فبيتعصب سنيك جدا، ووقتها بيروح لشاركو وبيديله الايس كريمه بتاعته علشان يهديه، واللي بتكون مفاجاه لاصحابه لان دي اول مره سنيك يعمل فيها حاجه كويسه. وساعتها بتقول لهم ووبس ان كلام وولف كان صح وانهم ممكن يتغيروا، لكن سنيك ما بيكونش موافق على كلامهم وبيكون مصمم على رايه وانه عمره ما هيكون شخص كويس، وبيسيبهم وبيمشي. وبنروح بعدها المارملد اللي سيطر على كل عربيات التبرعات وقدر انه يسرقها. وبيوصل وولف وديان للمقر بتاع مارملد، ولما بينزلوا وولف بيشوف جايزة الدولفين الذهبي وبيروح علشان ياخدها، لكن فجأة بيطلع ان ده فخ من مارملد وبيقدر بيه ان هو يمسكهم هما الاتنين. وبيعرف مارملد ان ديان هي الراجل المتخفي وبياخد منها جوهرة غالية جدا كانت سرقاها من زمان. وبيتضايق وولف لما بيعرف ان سنيك هو اللي عرف مارملد ان هما رايحين يسرقوه. وقبل ما بيسيبهم مارملد ويمشي بيأمر المساعد بتاعه ان هو يقتلهم، لكن وقتها بتوصل العصابة في آخر لحظة وبتنقذهم وبيروحوا كلهم سوا علشان يسرقوا النيزك. وفعلا بيقدروا ان هم يعملوا كده وبيهربوا بسرعة، لكن بيكون مارملد لسه مسيطر على الهامستر. ووقتها بتقرر العصابة ان هم يسيطروا على العربيات، وبيبدأوا ان هم يحطوا أجهزة على كل العربيات. وبتقدر ويبس بالأجهزة دي إنها تسيطر على كل العربيات وبتوقفها وبتغير اتجاهها تاني للأماكن اللي كانت هتوصل لها الفلوس. وبتقرر العصابة إنها تروح للشرطة علشان تسلمهم النيزك، لكنهم بيغيروا رأيهم وبيقرروا إن هم يرجعوا سنيك الأول علشان يحضر معاهم التسليم ده. ولما بيروحوا كلهم علشان يرجعوه بيظهر مارملد وبيأمر جيش الهامستر إنه يطاردهم، وبيبدأ يهددهم إنهم لو ما يرجعوش النيزك هيقتل سنيك. فبيتفق وولف مع مارملد انه يسيب سنيك الاول وبعدها هيسلموا النيزك. فبيتعصب مارملد وبيرمي سنيك من الطياره، فبيضحي وولف بالنيزك علشان ينقذ صاحبه. وبينط بسرعه من على الجسر وبيقعوا كلهم في نص المسافه، وبتنفجر العربيه اللي بتخلي جهاز مارملد يتدمر. وبيفقد مارملد السيطره على جيش الهامستر كله. ولما بتطلع العصابه على الجسر بيقرروا ان هم يسلموا نفسهم وما يهربوش تاني. ولما الصحفيين بيشوفوا النيزك مع مارملد بيفتكروا ان هو اللي رجعه تاني، فبيستغل مارملد الفرصه وبيقول لهم ان هو نجح انه يقبض على العصابه ويرجع النيزك، وانه علشان يحافظ عليه هياخده للمقر بتاعه. لكن فجأة بنكتشف ان النيزك طلع مزيف، وان سنيك لما راح يتعاون مع مارملد كان ناوي ان هو يساعد وولف من البداية، وانه لما خد جهاز التحكم في الهامستر من مارملد علشان يجربه خلى الهامستر يبدله النيزك الاصلي بنيزك تاني مزيف. وساعتها بيقع النيزك اللي كان سنيك مخبيه على مارملد، اللي بتقع منه الجوهرة اللي كان واخدها من ديان. ووقتها بتمسكه قائدة الشرطة وبتعرف انها الجوهرة المشهورة اللي كانت مسروقة، وبتفهم ان مارملد هو المجرم الخطير اللي سرقها زمان وبتقبض عليه. وبعد ما بتخلص عصابة وولف مدة حبسها بتروح لهم ديان بالعربية بتاعتها، وأخيرا بتبدأ العصابة صفحة جديدة. وفي النهاية هل العصابة دي فعلا بقت أبطال ولا مجرد أشرار بيلعبوا لعبة جديدة؟ كل ده هنعرفه في الجزء التاني من الحكاية. وبس كده، لو عجبك الملخص ما تنساش تعملنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وتستنى الجزء الجديد. سلام.